انتظار المتأهل من هذه المواجهة المصرية المغربية. دخول الحكم الليبي معتز إبراهيم وبقية النجوم الكروية في سارة إفريقية عربية بمواصفات عالمية. جانب كذلك من الجماهير المصروية تحولت إلى كازا من أجل مؤازرة العملاق القاهري في هذه الأجواء الطوفانية. لكن تبقى دائما كرة القدم كرة الأشقاء بين المغاربة والمصريين، بين كهرباء ووليد سريدة وبقية النجوم الكروية المغرب. مكعازي في الربط بين الدفاع والهجوم، كرة رجوية مذكور، ترجع الكرة بمخالفة. الحكم الليبي معتز إبراهيم من أصغر تصديق الكرة المطالبة بضربة جزاء، والحكم الليبي يقول لا والف لا. ترجع كرة رجوية، التماس النادي الأهلي تبع الخطوات رايح العملية. التصويب يوزع وبالراس ياسر إبراهيم، ياسر إبراهيم البديل لمحمود متولي في محور دفاع القاهري من جانب النادي الاهلي. بالراس الكرة ضربة مرمى. اسماعيل مقدم قلب الدفاع في قراءة أولى لتشكيلة الرجاء المدرب التونسي. كرة مغربية وضربة مرمى، ضربة مرمى. يسري بوزوك الجزائري يخوض الرجاء الآن، ما فما حتى شيء. ترجع الكرة مروان حدودي، اسماعيل مقدم، ضرب الكرة بظهر الدفاع خطيرة من محمود بن تعاون اللاعب السابق لبرايتون الانجليزي. من ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، كرة بظهر الدفاع عكسية محمد عبد المنعم، شناوي الهروب المالي يعود عليه محمود بن دايق. كرة صعبة وبعيدة على الجزاء للرجاء، المراوغة مذكور ياتي كرة اخر بوزاك يعدي، والحكم الليبي ياتي مخالفة قد تكون مرفوقة بإنذار. عبد المنعم، كرة عالية في القائم الثاني وعلي معلول حتى في الركنية لنادي الرجاء. 7 دقائق قبل نهاية الشوط الأول. علي معلول يصعب بدايته في النادي الأهلي. عالية الكرة بعيد على مذكور يعدي، والحكم الليبي يقول شيء ما فما. الحكم الليبي يقول شيء ما فما ويعطي انذار لرجاء اولو. هل هنالك ضربة جزاء لفريق الرجاء؟ اعطينا الصورة، خلينا نتأكد من هذه الكرة. ماذا سيقول؟ يأتي ضربة جزاء، امشي رويدا يسري، ذات الكرة غريبة وعجيبة. النادي الأهلي بالحظ الكبير لكرة يسري بوزوك، منظر الكبير. معتز إبراهيم على نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين الرجاء والأهلي، مع إهداء ركلة جزاء من الجزائري يسري بوزوك. لكم مني مشاهدينا الكرام أجمل تحية. 80 درجة، كرة برزاني نادي سيمبا، كرة عالية، شعات، تصوير مكعازي، كرة تصوير بعيد. رجاء أولو وخبرة علي معلول.
نوفل الزروني غير مركز بمركز. هذه كرة مغربية. حسين الشحات وورقة لروجيه أولو. بوزوق فتحي يوزع وحمزة خابة على كرة بعيدة لنوب افريقي وكاد ان يتم. لماذا نسميه غول وبعبع افريقي للابيض والاخضر؟ احد عمالقة تاوي ضيع لكن يكون مخالفة. روجيه أولو ذاع تاو تدبير الرجاء. مخالفة كرة مغربية. تصوير غريبة مش معقول. حمزة خابة خيب كل الأمال، كان وحده في القائم الثاني وهدف الرجاء ضاع ولا ضاع. فرصة أخرى هيجان الرجاء. أين هي المساندة؟ وطبيعي وتاهر محمد كذلك. علي معلول ملك الحلول. تصويب بعيد ما يقوس منه من زكريا الحبتي. اليوم يصطدم الرجاء في سلطان السلاطين ان بقيت النتيجه لحالها. السلام عليكم ورحمة الله. معكم خبيرة التجميل وعناية بالشعر والبشرة والأعشاب الطبيعية بسمة الشيف. إن شاء الله يكون ملخص اليوم عجبكم. بس تشجعوا الفريق بتاعنا ونعمل اللايك ونعمل اشتراك في القناة ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وندخل على الوصفة الروعة جدا دي. ازاي تصنعي كريم للشعر في البيت من مكونات طبيعية ومكونات هتغذيلك بصيلة الشعر، هتغذيلك غذاء انت مش متخيلة، هتخلي بصيلة الشعر دي قوية جدا، وبإذن الله هتنعمهولك نعومة الحرير. معايا ايه؟ معايا زيت الزيتون، معايا زيت جوز الهند، معايا زيت الحشيش، معايا بعد كده هنحط الثلاث ازاز دي كلهم في طبق وهنضيف عليهم نص كوباية من النشا او المايزنا او الكورن فلاور، ونبتدي نقلب الخليط مع بعض. هيبقى معايا القوام كريمي. ولو محتاجه، لو انت حاسه ان يعني الزيوت كتيره، ممكن بتزودي نشا لحد ما يبقى معايا قوام كريمي، ونحطهم في العلبه ونستخدمهم على الشعر. هيديكي نتيجه حلوه جدا. سلام عليكم.